صدمة قوية للجنرالات والعصابة. أوامر من أردوغان لرئيس مكتب الاستثمار ووزير دفاعه لصالح المغرب. أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامره المباشرة إلى رئيس مكتب الاستثمار التابع للجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو من أجل الاستثمار في الأقاليم الجنوبية المغربية. وحسب التقرير المسرب والذي سينزل كالصاعقة على دولة الجنرالات وصنيعتها عصابة البوليساريو، فالرئيس التركي أمر بتنفيذ استثمارات ضخمة في الصحراء المغربية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن أهداف هذه الاستثمارات حسب التقرير المشار إليه هو التصدير من فوق الأراضي الصحراوية المغربية نحو العديد من الدول الإفريقية. وأضاف نفس التقرير أن الرئيس التركي أعطى أوامر أخرى لوزير دفاعه خلوصي أكار بتمكين المغرب وجيشه بكل ما يحتاجه من الأسلحة التركية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.